خلاص احنا بإذن الله عز وجل في الختام، لكن انا بسألكم سؤال، اللي صليتوا وجلستوا يلي سمعتوا واقفين الان تسمعون وما زلتم تسمعون، ولو جلس هذا المجلس للفجر للجمعة جالسين لانكم تحبون الله سبحانه وتعالى. بالله اسألكم سؤال، بالله عليك وانت جاي البارح للبحر هنا وجالس وابصر، هل خطر ببالك انك تجلس مجلس زي هذا المجلس اللي انت فيه وتسمع هذا الكلام؟ بالله خطر في بالكم؟ طيب مين اللي جمعنا؟ مين اللي جلسنا؟ مين اللي سمعنا؟ الله جل في علاه. طيب ليه الله عز وجل جلسنا؟ ليه الله عز وجل سمعنا؟ ليش الله عز وجل جمعنا؟ تدرون ليه؟ لأن الله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا. والله الذي لا إله إلا هو، شفت الدنيا هذه كلها، آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا والدنيا هذه كلها، الشاليهات والسفن والطيارات والأموال والعقارات، ها؟ يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا هذه كلها: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا حاجتين، إلا ذكر الله وعالم ومتعلم. يا اخوان ترى احنا وانا اولكم غرتنا هذه الدنيا، غرتنا هذه الشهوات والملذات، اخترينا. اللي شاف ماليزيا ولا تركيا ولا اوروبا قال ايش الفله وايش الحياه، ونسب ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تساوي هذه الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. دنيا سماها الله عز وجل ايش؟ الله عز وجل سماها الحياة الدنيا. تدري لماذا سميت حياة دنيا؟ تدري لماذا سميت حياة دنيا دنيا؟ تدري ليه؟ لأن الإنسان ما يعلم متى يخرج من هذه الحياة. والله الذي لا إله إلا هو، سأذكر لك الآن قصة. هذه القصة تدل على حقارة الدنيا وعلى تفاهتها وعلى أن الإنسان الرابح في هذه الدنيا الذي أطاع الله جل في علاه. هذه القصة حصلت في يوم الجمعة الماضية لأحد أبناء جيراني، اسمعوها وانقلوها عني. هذه القصة لأحد أبناء جيراني في الجمعة الماضية. هذا الشاب اسمه علي، في الصف الثاني ثانوي. علي سنة ثانية ثانوي. يوم الجمعة يخرج جواله ويكتب برودكاست رسالة، يكتب في هذه الرسالة يبغى يرسلها لأصدقائه، للجروب والمجموعة اللي معاه في الجوال. تدرون ايش كتب علي؟ تدرون صاحب ال17 سنة ايش كتب؟ كتب في هذه الرسالة، اسمع يا اخي الغالي يا اخي المبارك ماذا كتب. هذه الرسالة من علي لي ولك ولجميع شباب المسلمين. كتب علي: كل يوم نسمع خبر وفاة، فسامحوني فربما اكون انا القادم، فسامحوني فربما اكون انا القادم. كتبها علي وارسلها يوم الجمعة. والله والذي نفسي بيده، مات علي صباح السبت، مات علي صباح السبت في حادث سيارة. وكان علي يقول لي ولكم: والله الدنيا ما تسوى ان نضيع لحظة فيها في معصية الله جل في علاه. هذه حقيقة لابد ان نستيقظ وان نفيق. ترى يا حبتي قضيتنا مو الموت، والله الموت مو قضيتي ولا قضية. الموت جاي كما قال الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن اللي أهم من الموت بيجيك الموت عليه. هذا أهم سؤال، أهم من الموت. الموت بيجيك عليه والله العظيم، والله العظيم. وأنا أقف أمامكم في هذا المكان وأنا أتكلم بهذه الكلمات، والله أتمنى أن يأتيني الموت. أتمنى أن يقبض الله عز وجل روحي وقد صليت الفجر في جماعة، أن يقبض الله روحي وأنا الآن في منبر من منابر محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يا أحبتي، يا أحبتي، لو أتى الموت لأحدكم، لو أتى الموت لأحدنا الآن، كم مقطع جوالك تحتاج تمسحه؟ كم سيدي وكم شريط السيارات تبغى تكسره؟ كم سيجارة جيبك تبغى تكسرها؟ جيبك كيس شمة تبغى ترميه؟ كم معصية، كم ذنب.
احبتي يصف الله عز وجل حال بعض الناس اذا اتى ملك الموت. تدرون ماذا يقول الله جل في علاه يصف حال بعض الناس اللي بعيد عن الله؟ يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. يا رب رجعني بصلي، يا رب رجعني بكسر، ابغى امسح. يجينا الجواب من الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها